صباح الخيرات. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة هكمل كلام عن الستريس مانجمنت، وهو ازاي نتعامل مع الضغوط النفسية والقلق اللي بقوا جزء من حياتنا اليومية. ده الجزء التاني من سلسلة فيديوهات عن نفس الموضوع، ولو عاوزين تشوفوا الجزء الأول هتلاقوه على القناة. ولو عجبكم المحتوى ممكن تشتركوا في القناة علشان يوصلكوا فيديوهاتي أول بأول. أنا سحر، طبيبة ودكتورة أبحاث، عشت في الغرب وتعلمت حاجات كتيرة مفيدة. في سلسلة الفيديوهات دي عاوزة أشارككم خبراتي وأنقل لكم معلومات ممكن تفيدكم في حياتكم أو علاقاتكم في البيت، في الجامعة، في المدرسة، أو في الشغل. وأنا بتكلم عن موضوع النهاردة هاخدكم في جولة في مكان يا رب يعجبكم. في البداية النهاردة عاوزة أتكلم عن مشكلة بتسبب زيادة إحساسنا بالتوتر والاكتئاب وساعات الحزن الشديد، وبعدين هتكلم عن نموذج علمي بيفسر لنا إزاي تجارب الحياة ممكن تشكل طريقة تفكيرنا عن نفسنا وعن العالم اللي احنا بنعيش فيه. طيب أنا ليه مهتمة إننا نفهم طريقة تفكيرنا وإحنا متوترين؟ أحد أهم الأسباب هو إننا لما نعرف إزاي القلق والتوتر بيتكون جوانا هنفهم طرق التعامل الصحيح وممكن نوصل لحلول جذرية. خلونا نتكلم الأول عن حاجات وتصرفات في مجتمعاتنا بتزود إحساسنا بالضغوط النفسية. في مجتمعاتنا العربية والشرقية بنميل للحكم على الآخرين سواء بالسلب أو الإيجاب، ومن غير ما نحاول حتى نعرفهم أو يبقى عندنا تجربة أو تعامل معاهم. سبب كبير من أسباب السلوك ده هو تفشي النرجسية. أنا هنا مش هتكلم عن النرجسية كاضطراب شخصية، ولكن عاوزة أقول نصيحة يمكن تساهم في تقليل الإحساس بالتوتر والضغط النفسي عند كل أفراد المجتمع. لما يلجأ لك صديق أو تجيلك صاحبتك تقولك أنا مخنوقة أو متضايقة من موقف حصل لي، اسمعوا لهم وما تحكموش عليهم. اسمعوا بحيادية بدون ما تتهموهم مثلا بإن هم ناس سيئين وربنا بينتقم منهم، أو إن اللي هم فيه ده عقاب من الله. وهقول لكم ليه. من الحكمة إننا نساند أقاربنا وأصدقائنا في وقت محنتهم. السبب الأول إننا حقيقي ما نعرفش إذا كانت المصايب أو المشاكل اللي هم فيها هي ابتلاء من الله ليختبر قوة إيمانهم وهيعطيهم الأجر والثواب في الدنيا والآخرة، أو إن اللي هم فيه ده انتقام من الله لأنهم ارتكبوا ذنوب ومعاصي. الحقيقة ده مش شغلنا إحنا خالص، وملناش حتى ندور عليه. إحنا كبشر خلينا في حياتنا وعلاقاتنا واختياراتنا، والثواب والعقاب دول بأمر الخالق سبحانه وتعالى. السبب التاني اللي يخلينا نساند أصدقائنا وقت شدتهم هو بناء مجتمع متماسك ومترابط يقدر يقف في وجه أي مصيبة من مصايب الزمن اللي بتحصل تكاد تكون كل يوم. عاوزين تفسير أكتر؟ حاضر. يعني لو انتي وقفتي جنب جارتك في شدتها وسمعتيها بدون حكم عليها أو توجيه اتهامات، انتي كمان هيجي اليوم اللي هتحتاجي لحد يسمعك. ولما يكون لك رصيد من الأصدقاء والأقارب اللي وقفتي جنبهم، يا إما هم هيقفوا جنبك، يا إما ربنا هيبعت لك السند من عنده والحياة هتاخد. في الغرب الناس بتكون مجموعات لمواجهة الكوارث أو الأمراض بيسموها support groups، يعني مجموعات المساندة. والمجموعات دي بيكون لها أثر كبير في مساعدة الناس لبعض وقت الأزمات. مثال على كده مجموعات مساندة الإدمان
ومرضى الأورام أو الأمراض الوراثية النادرة. أعضاء المجموعات دي بيتبادلوا المعلومات والخبرات وبيتكلموا مع بعض للمشاركة في أوقات الألم والفرح. المجموعات دي بيبقى لها تأثير إيجابي كبير في حياة الناس، لدرجة إنه في المستشفيات والعيادات الأطباء والممرضين بينصحوا المرضى بالالتحاق بيها وبيدلوهم إزاي يوصلوا لهم. أيام زمان كانت مجتمعاتنا مترابطة أكتر من دلوقتي، والناس كانت بتسأل على بعض في السراء والضراء. وقبل ما يخترعوا السوشيال ميديا كانت الناس بتزور بعض في المناسبات كلها، مش بيكتفوا برسالة محولة للجميع، واللي ممكن توصل حد هو في أشد الحاجة للمساعدة النفسية. حلقة النهاردة دعوة علشان نتكاتف مع بعض، علشان ناخد بالنا من بعض. ده نداء للأمهات: اسمعوا بناتكم وأولادكم وما تخلوش الحياة تلهيكوا عنهم لأي سبب. يا أزواج، اسمعوا زوجاتكم وطبطبوا عليهم. وبالمثل يا زوجات، ما تضغطوش على أزواجكم وصاحبوهم وخليكم سرهم والمرسى اللي بيرتاحوا عنده. يا آباء، خصصوا وقت علشان تسمعوا ولادكم وبناتكم، لأنهم زي ما هم محتاجينكم انتوا كمان والله محتاجينهم. انتوا محتاجينهم دنيا وآخرة، لأن ربنا هيسألكوا عنهم يوم القيامة. وخليني هنا أوجه كلامي حتى للناس اللي مش متدينة، وحتى للناس اللي مش بتؤمن بوجود إله. إحنا لسه بنتكلم عن إننا ما نحكمش على حد. أفراد الأسرة محتاجين بعض ومحتاجين يقفوا مع بعض علشان سلامهم النفسي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما قلت إن الآباء والأمهات محتاجين أبنائهم، قصدت إنه بصرف النظر عن مسؤوليتهم الدينية والقانونية والمجتمعية، هم محتاجين حنان ورعاية أبنائهم. ووجود جو من الألفة والتعاطف في الأسرة الواحدة بيعلي هرمونات السعادة عند الكل، واللي بيخلي أكبر بلاوي الدنيا بتهون في ثانية. هتنقل دلوقتي إلى جزء تاني من حلقتنا النهاردة، وهو محاولة فهم طريقة تفكيرنا وتصرفاتنا وقت الأزمات أو التوتر. فاكرين كنا اتكلمنا قبل كده عن نموذج في علم النفس اسمه The Cognitive Behavioral Model، يعني النموذج المعرفي أو الإدراكي السلوكي. وده عبارة عن مثلث مرتبط ببعضه يتضمن الأفكار والمشاعر والتصرفات. يعني إحنا لما بيحصل لنا حاجة أو حادث معين، زي مثلا لو انتوا في الشغل أو بتذاكروا ومع حد واقترحت فكرة والفريق بتاعك تجاهلك، تفكيرك هيبقى إزاي؟ يعني أول حاجة هتخطر على بالك إيه؟ ممكن بسرعة تفكر إنك مش ذكي، أو إن الآخرين دايما بيرفضوا أفكارك، وده هيتسبب لك في إحساس بالحزن أو الإحباط، أو إنكم تشكوا في قدراتكم. ونتيجة الإحساس ده هتبدأوا تتلاشوا الاجتماع ده أو تنقطعوا عن المذاكرة مع المجموعة دي، أو ممكن تفضلوا السكوت وعدم المشاركة في المستقبل. بينما لو فكرنا بعمق شوية في الموضوع، هنكتشف إنه مش بالضرورة الفكرة اللي اقترحتها غلط أو وحشة، أو إنه لو حد تجاهل فكرتك ممكن مرة لا يعني إنك مش ذكي. وممكن يكون عدم الرد على فكرتك في الاجتماع ملوش علاقة بيك خالص، ممكن يكون له علاقة مثلا بوقت الاجتماع. وحتى لو مجموعة تجاهلت اقتراحك، ممكن تسأل عن السبب وتتعلم أكتر عن الموضوع، وما تاخدش التصرف على محمل شخصي. وبدل ما نزعل ونقرر نقاطع المجموعة، ممكن نتخطى الموقف ونقرب من الفريق بتاعنا أكتر علشان نفهم ديناميكية التعامل معاهم. في مثال شهير تاني
أنت مثلا عندك امتحان أو اختبار في المدرسة أو الجامعة أو حتى دراسات عليا، وقبل الامتحان ده بتبقى حاسس بالتوتر. ليه؟ لأنه في أفكار في مخك بتقولك إنك ممكن ما تنجحش وإن الامتحان صعب، وتبدأ تشعر بالخوف، ونتيجة الخوف هتبدأ تأجل المذاكرة. وكل ما تيجي تفتح كتاب يبدأ قلبك يدق بسرعة والعرق يزيد. ولما بتأجل المذاكرة كده الوقت بيمر والخوف هيزيد والأفكار السلبية هتزيد وتبقى دايرة مفرغة. علشان كده الأسهم اللي في الصورة لها اتجاهين، يعني المشاعر بتؤدي إلى تصرفات، وكمان التصرفات بتخلينا نحس بمشاعر مختلفة. طيب نكسر الدايرة دي إزاي؟ لو احنا فكرنا في الامتحان ده على إنه خطوة لقدام بتقربنا من هدفنا، وإن في ناس كتير قبلنا نجحوا فيه وحققوا طموحاتهم وإننا زيهم هننجح، التوتر هيقل والشعور بالخوف الشديد هيتحول إلى حماس وتحدي ممتع. أول ما الخوف بيقل المخ بيتخلص من المشاعر اللي كانت مكتفاه وبيبدأ يخطط للأمام. مثلا بتبدأ تحط جدول للمذاكرة وتمشي عليه، وكل ما تخلص جزء هتتحمس للي بعده، وهتلاقي نفسك ما عندكش وقت تفكر في الفشل أصلا. كده احنا استخدمنا مثلث الأفكار والمشاعر والسلوكيات لصالحنا. في مهارات ممكن نتعلمها في حياتنا ودراستنا وعملنا بتساعد على التفكير الإيجابي، زي مثلا مهارات حل المشاكل وإدارة الوقت وبناء الثقة بالنفس. كمان في مهارات وتكنيكس أو أساليب بنتعلمها علشان نتغلب على المشاعر السلبية اللي ممكن نحس بيها وقت المشاكل، وده الموضوع اللي هنتكلم عنه المرة اللي جاية. عاوزاكم تكتبولي في التعليقات ايه أكتر المواقف اللي بتسبب لكم توتر أو ضغط نفسي، وإذا كان في جزئية معينة في الموضوع ده انتوا عاوزين نناقشها بتوسع أو تفاصيل أكتر. لو الفيديو ده عجبكم اعملوا لايك، ولو المحتوى مفيد لكم اشتركوا في القناة. شكرا وإلى اللقاء.